اسمعوا. اول حاجه ليش تطلعون علي اشاعه انه رجلي انقطعت؟ ليه؟ مو مشكله بعدين نتناقش. شوفوا شوفوا العراقيين. اعرف عراقي اسمه ابو يحيى، الله يسعده، اقول لكم القصه الحين. هذا الرجال والنعم، هو وعيلته وبيت. اتصل في اليوم لاني مره قلت انا اكل بيض وافطر بيض واتغدى بيض بسبب السرطان. المهم شوف، جاب لي غدا للبيت. المشكله انتم ما تقدروا يعني فزعه العراقيين. لا، ويجي حد يقول ليه تحب العراقيين؟ طيب شوفوا العراقيين. ولا والسلط وكله شغل بيت. الله يسعدهم. ويجي حد يقول لك انت لا تحب العراقيين، فزعتهم. بس انا قلت باللايف شو اقول انا يعني اكل مطاعم زي المطاعم، فجالس في البيت، ما اطلع من كذا فكره يعني. مستشفى بيت، بيت مستشفى. فالمهم شو كنت اقول؟ فالمهم راسلني، قال غداك عندي. قلت له ما احتاج وكذا واموري طيب. قال والله اللي تتغدى. ما يعني فوتت الموضوع. اتصل ويقول لي تحت البيت، الله يسعده، هو وزوجته وعياله، 2 عياله. وجابوا له اكل وحلويات وكذا، وقال يلا هذا صنع البيت كله، اهم شيء صحتك. اوه يا العراق، بديت العراق. بس حبيت اقول لكم هذا. المهم انا بخير وعافيه الحمد لله. ما في داعي لنشر الشائعات. على فكره نشر مقطع انه قدمي مبتوره والصوره المفبركه وكذا، هذا شيء طيب حتى الناس تتيقن انه وسيم يوسف محاط باجنده من الاشاعات. مره يطلعون علي حرقت سيارته، مره طعن، مره مات، مره تم طرده من الامارات، مره تم سجنه، مره يعني كثير. ويطعن في السنه ويطعن في الدين، اشاعات كثيره. وكل يوم اثبت لكم انهم كذابين. ما انبترت رجله، ان شاء الله ما تنبتر. المهم انا بتغدى الاكل العراقي الحمد لله، عشان تعرفون. بس عشان تعرفون، شكرا للعراق واهل العراق وشعب العراق من هيوستن، لاحقين هيوستن فديتهم، الله يسعدهم. ما اطول عليكم، انا بخير وشكرا لكم جميعا. بس صراحة انا جعت واريد اكل. شكرا ابو يحيى، شكرا ام يحيى، والله يحفظ لكم عيالكم. العبرة مش بقيمة الاكل، ترى ما حد جوعان في هيوستن في امريكا وفي العالم، لكن العبرة الاهتمام. مثل ما يقولون العراقيين، عين فراش وعين، ما ادري يقولون عين الحاف وعين غطا، عين غطا وعين فراش في عين فراش وعين غطا. المهم فهذا يثبت لك الاهتمام. لهذا انا دائما اقول الحب هو عنصر الاهتمام، الصداقة اهتمام، العشرة اهتمام. شكرا لكم. هذه صراحة يعني أول مرة، لا ثاني مرة عزمني رجال مصري متزوج أردنية، الله يحفظهم. ما حرد. المهم متزوج أردني، مرة عزمني بعد. والحين شكرا أهل هيوستن، شكرا لكم جميعا، مع السلامة.